هذو العلماء داروا اكبر غلطه في حياتهم خوت العزاز، رماو هذا الفيل خوت العزاز من الكوبتيره الفوق ونساو حزام الامان ما زيروش مليح، تسمى الميضاد ما غاديش يتفتح، تسمى الفيل غادي يموت في هذه الحاله. من حسن حظهم كان معهم واحد الراجل ما يخافش خوت العزاز، رمى روحو خوت العزاز وكربت مع ثاني المنطاد تاعو داك الصغيور. اي خوت العزاز كان باغي يوصل هذاك الفيل باش يحكم له ذاك المنطاد تاعو يزيرو، بصح ما قدرش باسكو الفيل كان سمين بزاف. خوت العزاز بقى هكا يحاول حتى قدر كيفاش يلحق ليه. المهم خوت العزاز كي لحق ليه واش دار له هذاك الحزام الامان، زيروا له خوت العزاز مليح. ومن بعد واش دار، فتح المنطاد تاعو وزاد فتح المنطاد تاع الفيل، وهذاك الفيل كانوا حابين ينقلوه من المدينه للقريه باسكو ذاك الفيل كان ضخم بزاف وما قدرش يعيش لهم في المدينه. تسمى واش حبوا يديروا، حبوا ينقلوه للقريه تاعو الاصليه. لو كان زعما انت ولا انت جيت في ذيك الحاله واش داك الفيل رايح يموت، اسكو تقدر ترمي روحك من الكوبتير على جالو باش تسلكو ولا ما تقدرش؟ اكتب لي في لي كومونتير ساوش ديروا لي جيم وقلب، تعطوني رايكم في التعليقات. تقدر ترمي روحك ولا ما تقدرش؟ اكتب لي.